بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، نتحدث عن الاستغفار وعن بعض فوائده العظيمة. الله جل وعلا أمرنا بالتوبة إليه والاستغفار من ذنوبنا في آيات كثيرة من كتابه الكريم، وسمى ووصف نفسه بالغفار وغافر الذنب وذي المغفرة، وأثنى سبحانه وتعالى على المستغفرين ووعدهم بجزيل الثواب، وكل ذلك يدلنا على أهمية الاستغفار وعلى فضيلته وعلى حاجتنا إليه. وقد قص الله جل وعلا علينا عن أنبيائه أنهم كانوا يستغفرون ويتوبون إليه، فذكر الله جل وعلا عن الأبوين آدم وحواء عليهم السلام أنهما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر الله جل وعلا عن نوح عليه السلام أنه قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال أيضا عن نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وذكر عن موسى عليه السلام أنه قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وذكر عن نبيه داود عليه السلام أنه قال: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وذكر عن نبيه سليمان عليه السلام أنه قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وأمر الله جل وعلا خاتم رسله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بقوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأمرنا الله جل وعلا بالاستغفار فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وللاستغفار فوائد عظيمة، منها أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، كما في الحديث: فاستغفروني أغفر لكم. وكما في قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ومن فوائد الاستغفار أنه يدفع العقوبة ويدفع العذاب. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن فوائده أنه سبب لتفريج الهموم وجلب الأرزاق والخروج من المضائق، ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. ومن فوائد الاستغفار أنه سبب لنزول الغيث والإمداد بالأموال والبنين ونبات الأشجار وتوفر المياه. قال الله جل وعلا عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله جل وعلا عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والاستغفار أيها الفضلاء مشروع في كل وقت، وهناك أوقات وأحوال مخصوصة يكون للاستغفار فيها مزيد فضل، فيستحب الاستغفار بعد الفراغ من أداء العبادات ليكون كفارة لما يقع فيها من خلل أو تقصير.
كما شرع بعد الفراغ من الصلوات الخمس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إذا فرغ من الصلاة المفروضة يستغفر الله 3 عليه الصلاة والسلام، لأن العبد عرضة لأن يقع منه نقص في صلاته بسبب غفلة أو سهو، فيستحب له أن يستغفر الله جل وعلا. كما شرع الاستغفار في ختام صلاة الليل، قال الله جل وعلا عن المتقين: وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. وشرع الاستغفار بعد الإفاضة من عرفة والفراغ من الوقوف بها، قال الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وشرع الاستغفار أيضا في ختم المجالس، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم الإنسان من المجلس أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان مجلس خير كان كالطابع عليه، وإن كان غير ذلك كان كفارة له. وشرع الاستغفار أيضا في ختام العمر وفي حالة الكبر، فقد قال الله تعالى لنبيه عند اقتراب أجله: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد جعل الله جل وعلا فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا علامة على قرب نهاية أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره عند ذلك بالاستغفار. فينبغي لنا جميعا ملازمة الاستغفار في كل وقت والإكثار منه في هذه الأوقات والأحوال المذكورة، لنحوز على هذه الفضائل وننال من هذه الخيرات. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، وقد غفر الله جل وعلا له، قد غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إننا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي سنن ابن ماجه بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فينبغي علينا أيها الفضلاء أن نكثر من الاستغفار والتوبة، وهم الأمان لنا بعد الله جل وعلا. فقد كان هناك أمانان: الأمان الأول هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني هو الاستغفار. فاجتهدوا رحمكم الله في الاستغفار وبادروا إليه ولا تغفلوا عنه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المستغفرين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن وفقه الله لفعل الطاعات والابتعاد عن الذنوب والمعاصي. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.